يا صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل بقى النهارده ايه؟ او قاعده كده زهقت كده من العيش وعايزه تفطري حاجه او تتعشى حاجه وتغيري. هنعمل حاجه حلوه مغذيه كمان، يعني تحليه حلوه برضو، حاجه بسيطه خالص ومش هتكلفنا اي حاجه. نزلت كده يا حبايبي ايه يعني قطعه كده من الزبده وشويه زيت صغيره، وعندي هنا ايه يعني كوبايه شعريه صغيره او نص كوبايه، وهقلبهم كده في الزبده بالزيت. ممكن نستخدم زيت بس لحد كده ما تاخد لون ذهبي جميل او اللون اللي احنا عايزينه. يلا حبايبي، لو اول مره تشوفوني يا ريت كده تنوروني باشتراك حلو زيكم وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان اي حاجه بننزلها يوصلكم الاشعار بيها يا احلى متابعين في الدنيا. وبالله عليكم يا حبايبي ما ننساش نعمل لايك للفيديو عشان القناه كده تكبر بيكم ان شاء الله والفيديو كده يترفع معانا. بفضل بقى كده اقلب الشعريه لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه. هنعملها كده حلوه ما نطلعش معجنه، ما تطلعش طريه، سواها كده يبقى مظبوط. وكمان اسهل حاجه فيها ان هي بتخلص بسرعه ما بتاخدش وقت، يعني بكل بساطه هنعملها. طبعا بيبقى ايه بيجي كده مثلا عايزين نغير الاكل او زهقنا مثلا من الاكل، بتيجي مثلا عايزين ناكل حاجه كده مختلفه، فقلت بقى احمر كده شويه شعريه. ممكن ناكلهم بالسكر، ممكن نحط عليهم لبن، الاتنين ماشيين والاتنين طعمهم في منتهى الجمال. بفضل اقلب اهو كده يا حبايبي لحد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا بفضل اقلبها كده كل شويه عشان بصوا لو سيبناها من تحت بتاخد لون كده بتتلسع، ومن فوق بتبقى لسه نيه. فبفضل اقلب فيها كده لحد ايه ما تاخد اللون معايا. يومكم كده ان شاء الله كله خير وتفاؤل وسعاده يا احلى متابعين في الدنيا. وكمان بصوا مش حاطه يعني الماده الدهنيه كتير، يا دوب اهيت على قد تحمير الشعريه. وزي ما قلت لكم لو حابين تستغنوا عن الزبده براحتكم، انا ضفتها كده بس تدينا طعم يعني بسيط كده برضو، يعني ما ضفتش الزبده كتير، ده هي معلقه صغيره خالص من معلقه الشاي. بقلب ربنا كده يوفق الجميع يا رب ويوفقني. واحده واحده معاكم يا حبايبي، متفصلتش الكاميرا ولا اي حاجه. بفضل اقلب فيها وايديا مستمريه في التقليب عشان تبقى واخده اللون واحد بالشكل ده كده. سهله وبسيطه ومفيهاش اي حاجه. اللون ده كده جميل، مش هغمق عن كده ومش ايه، وممكن ما نفتحش عن كده طبعا. اللي حابب ايه هي ده اللون ده كده متوسط. نحط بقى كده الميه يا دوب كده نغطيها كده ايه بالميه. ننزل كده اي شعريه في الجناب بالشكل ده كده يا حبايبي، ونغطي عليها كده بقى لحد ما تستوي معايا. سهله وبسيطه. بصوا بقى كده يا حبايبي اهي بتغلى اهيت معايا. هنهدي بقى عليها النار شويه كده، هي ما بتغيبش على النار او ما بتاخدش سوا كتير، بس هنهدي بقى كده عليها النار ونغطي عليها لحد كده ايه لما تستوي معانا. يلا بينا بقى كده. زمان الشعريه اهي استوت اهي، بصوا ما شاء الله، شايفين واخده لونها جميل ازاي. هنقلب هي خلاص استوت، بصوا ولا معجنه ولا اي حاجه،
هنطفي بقى كده عليها النار، ونغرف لنا بقى كده طبق او بوله كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله عليها. بس كده نجيب بقى كده شويه ايه من السكر، عشان نبص ايه السكر طبعا حسب الرغبه، يعني حسب ايه حابينها حلوه. طبعا مرضتش كده اضيف السكر في الشعريه، هضيف بس كده ايه معلقه كده بس من السكر. اللي حابب يضيف مكسرات يضيف زي ما هو عايز. بس اهو بصوا الطبق كده تتاكل، ونقلب الشعريه في السكر وتتاكل على كده. حابين رشه فانيليا عليها زي ما انتوا عايزين، انا عاملاها بابسط طريقه. عندنا بقى كده ايه شويه كده من اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده ونقلب بقى كده الشعريه كده في اللبن بالسكر وبألف هنا. بصوا الجمال طبعا ايه اللون اللي على الوش ده من معلقه الزبده اللي احنا ضايفينها. بصوا حاجه كده من الاخر، تبرد بقى كده شويه او تهدى شويه وناكلها. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم يا احلى متابعين في الدنيا. لايك وشير بقى يا حبايبي.